ضجة وقعات في الإعلام العربي وجنون المعلقين والصحفيين على فوز المنتخب المغربي بواحد لصفر على اسكتلندا وعلى التأهل ديالو للدور الثاني، وكيفاش كيشكروا وكيمجدوا في المنتخب المغربي وكينتقدوا في باقي المنتخبات العربية. لازم نشتكي على منتخب المغرب بحجة بيع الأوهام. أوهم العرب أنه كرة القدم سهلة وأنه يمكن مجابهة الكبار. يعني معلق وهو عم يحكي تشكيلة المباراة لازم هيك يضرب تحية للاعبين، كسروا قاعدة أكثر من طباخ بيحرق الطبخة. طبعا هيك جمهور زواق لكرة القدم بده هيك لاعبين. ما شاء الله ما شاء الله على هيك لعب. يعني مباراة ممتعة جدا. دائما مباراة المنتخب المغربي مميزة جدا. ما بتعرف انه هن عم يعزفوا بالارض والملعب، هن عم يرسموا، ما بتعرف توصفهم. يعني لاعب مضغوط من 3 لاعبين محاصر، بيخرج كرة وبيستلم رفيقه، كنترول، قطع كرات، يعني المراوغات. يعني أسوأ واحد فيهم هو ياسين بونو لانه اصلا ما وصلت له طاوله. اقل تقييم ياسين بونو. ما شاء الله على المنتخب المغربي، وان شاء الله بيروح بعيد كتير بكأس العالم، ومو بعيد عنه يحقق اللقب ان شاء الله. المنتخبات العربية بعد 1000 سنة ضوئية ما تقدرون توصلون نص من اللي وصل للمنتخب المغربي. نص من اللي وصل للمنتخب المغربي ما راح تقدرون توصلون. ما شاء الله وعيننا باردة عليهم. هذا المنتخب حرامات يلعب بطولة افريقيا، والله العظيم مفروض يلعب باوروبا، والله العظيم مفروض يلعب بطولة اليورو. هذا المنتخب مفروض يصارع منتخبات اوروبا. فريق محترم، فريق يستحق واحد يشجعه، منتخب يستحق واحد يفتخر به. هذا المنتخب اللي تقول انه انا عنده منتخب اسمه المغرب، هذا المنتخب اللي يستحق تفتخر به. ناس اشتغلت على منتخبها وصلتها لهاي المرحلة. احنا ايش وقت نوصل لهاي المرحلة؟ ايش وقت نصير مثلهم؟ اردفتهم. شنو اللي ينقصنا؟ ناس اشتغلت على منتخبها سوت تهيش منتخب. احنا حايرين بالواسطات، احنا حايرين جيب فلان جيب علان ولعبه منتخب. صيروا مثل هاي العالم وسوي لكم منتخب حتى نقدر نفتخر بيه. صيروا مثلهم، روحوا عليهم عمي قلوا لهم انتوا شلون سويتوا هالمنتخب، انطونا الوصفه، خلونا نصير مثلكم، نريد نصير مثلكم. مو عيب، والله العظيم مو عيب. مو عيب اذا رحتوا قلت لهم يابا احنا نريد نصير عندنا منتخب مثلكم، شنو الوصفه شلون نسوي. ما بيها شي ترى. هذا منتخب تفتخر به انه منتخب مغربي افريقي عربي مسلم. بالتوفيق لهم، واذا صعدوا نهائي كاس العالم والله العظيم ما راح اتفاجئ، لان هم يستحقون، والله العظيم يستحقون يلعبون نهائي كاس العالم. خوتي انا ما فهمتش. انا البارتيه تاع المغرب تبدا ب 1-0، البارتيه قال لك تبدا على 11 لا ال10 ونص مركوبيت الاول. مازال ما بداش بارتيه مركوبيت جمعت لقيتها 1-0. يبدو ب 1-0 المغرب. صاي دوك ما نتفرجوش نروحوا نرقدوا. صاي كملت بارتيه بعثونا نرقدوا ديريكت. زعما قلنا اليوم يخسروا واليوم يدني. صاي نروح نرقد انا. صاي طفي عليا. ايوه بصحتكم. الجمدان في اللي المغرب بتعمله مش ان هي عامله ماتش جامد مع البرازيل وتعادل والكلام ده. الجمدان ان بعد 4 سنين من انجاز قبل النهائي الجيل مختلف. يعني مش مثلا عندهم جيل واحد استثنائي فبيعصروه لاخره، لا ده انت عندك مثلا 5-6 لعيبه، لكن العواميد بتوع الجيل اللي فات في منهم كتير جدا مش موجود. ولا موجود بوفال، ولا موجود حكيم زياش، ولا موجود نصيري، ولا موجود نايف اكرد، ولا موجود رومان سايس، ولا موجود ناس كتير قوي مش موجود. واللي ظاهر مكانهم لعيبه بكواليتي مش طبيعي وسن صغير. وبيلعبوا بنفس الجرأة ونفس الثقة قدام البرازيل، وتحس ان هم الفرقة الكبيرة في يعني في بداية الشوط الاولاني تحس ان المغرب هي الفرقة الجامدة والبرازيل هي الفرقة الصغيرة. فده بيبان لك ان ده سيستم. يعني انت عندك المكنة هتطلع، غير لما بيبقى عندنا في الوطن العربي عموما جيل مميز. مثلا منتخب مصر تلاقي الجيل ده بيلعب من هو عنده 20 سنة لحد ما يبطل، انت بتحلبه حرفيا. او حتى مثلا في جيل لعيبه مثلا كبيره في السعوديه او في غيرهم بتلاقي جيل بيقعد يتعاشر. انما المغرب الموضوع ناس متغيره ولعيبه بتظهر ولعيبه بتيجي مكانها لعيبه تانية، وفي الاخر السيستم واحد والثقه واحده والشخصيه واحده. فرقه جامده، فرقه شبه فرق اوروبا الكبيره. فده اللي بيبين الفرق بين الطفرات وبين السيستم لما بيتحط بشكل قوي يفضل ينتج لك. عمي منتخب يحببك في كرة القدم، منتخب يخليك تقعد له تسهر له. اول شيء بتقولون البرازيل والبداية تشوف اسكتلندا، والله العظيم اخنقوهم اذبحوهم ما خلوهم يتحركون. لا واللي يقول لي ترى اسكتلندا ضعاف، لا ما بضعاف. روبرتسون في ليفربول، ماكين في استون فيلا، والقائمة تطول.
ثلاث ارباعهم في اوروبا، ثلاث ارباعهم في انديه كبيره في اوروبا. المشكله المنتخب المغربي يحببك في كره القدم، تستمتع. مو منتخب بس يدافع عشان يطلع بالنقطه، لا، منتخب عارف انه عنده امكانيات، عارف انه قوي، عارف انه يزلزل اللي قدامه. يا جماعة الخير، شوف أنا ما بحلم وبقول لك كأس العالم وما كأس العالم، ولكن يخرب بيتهم يخلونك تحلم، يخلونك تحلم. يعني والله العظيم أنا مو بقاعد أتخيل إن في منتخب في العالم ما راح يعاني أمام المغرب أنا أبدا. والله ما فهمت على التلفزيون، قلت سكور 1-0، ما فهمت قانون تاع كرة القدم تبدل ولا كيفاه؟ ماتش يبدا 1-0 ولا واش؟ بسم الله مازال ما قلناهاش. مشي القم مني الحسد ومانيش بيان، مانيش قادر نرقد. ربحوا 1-0 تكاليفا، اول فوز عربي في كاس العالم هذا، اول منتخب عربي يربح، اول منتخب عربي تكاليفا، اول منتخب افريقيا يتكالف. والله ماني قادر نرقد. مشي القم مني الحسد يا خوتي قسما بالله. قويري حبيت نسقسيك، هذا تفرجتوا اليوم ولا ما تفرجتوش؟ هذا اسكو تفرجت؟ هذا اسكو شفت الفينيسيون كي داير ولا ما شفتش؟ اني حاب نسقسيك. وليت نشوف قويريك شغل شوشع، ما فهمتش. هما عندهم السايبري هذا وحنا عندنا قويري شوشع. وهادو ولا كلقيتهم دومي فينال ولا ما فينال ما تنخلع ما والو، اقسم بالله غير ما تنخلع. عادي ما تنخلعش اقسم بالله، باسكو الاداء اللي لعبوا به اليوم والماتش اللي فات يبين لك ويفهم لك كلش الفرق بيناتنا وبينهم. هما وحنايا اي باينه الحكايه. بيتكوفيتش زير روحك وزيرهم معاك. سلام. منتخب المغرب ورب الآيات شخصية. شوفوا ترى هذا بسوء مستوى المغرب وتأهل للدور الجاي، بينما المنتخبات العربية أغلبها كلها إذا في واحد فيهم تعادل أخذ نقطة واحدة بس في المونديال، واو شيء إعجازي، بتشوف نفخ في الإعلام. المغرب كسروا هذه القاعدة، المغرب لو بيوصل أصلا ربع النهائي نصف النهائي إيزي بالنسبة له، شيء طبيعي جدا. ولكل من شكك في قدرات هذا المنتخب في مونديال قطر 22 لما تأهلوا للنصف النهائي، قلت أصلا أنها جت ضربة حظ، جت معاهم أصلا، مشيت معاهم في مونديال 2026 في أمريكا. سنة إفحام لكل شخص شكك في قدرات المنتخب المغربي. خذوها مني، المغرب لو إنها سلمت ما تكون في مسار فرنسا بتوصل النهائي. المرة هذه مو نصف نهائي، المرة هذه نهائي. كل كفاية تطبيل يا أبو الشباب، ترى لا يا حبيبي، احنا قاعدين نتكلم على شيء ملموس على أرض الواقع. المنتخب المغربي منتخب محترم ويستاهل الإشادة مني ومنك ومن أي واحد، سواء كان سعودي مو سعودي، من جميع منتخبات العرب يستاهلوا المغرب هذه الإشادة، لأنه منتخب عربي وبيقدم صورة مشرفة جدا إحنا كعرب في هذه البطولة. تابع مباريات كأس العالم، إذا بتروح للبنفسجي ذاك بينسف ميزانيتك نسف. أنا جايب لك يا حبيبي كأس العالم بكبره ب 24 ريال، بقيمة صحن شاورما ب 24 ريال. مباريات كل كأس العالم في جيبك. سهم تيفي رابطهم في البايو وكود الخصم برضه في البايو. روحوا انبسطوا وعيشوا ولا تنسى تدعي لي. مين المنتخبات العربية اللي هتعمل نسخة تاريخية في كأس العالم؟ حاسة المغرب بصراحة. المغرب؟ مصر. مصر. متأكدة من مصر على طول؟ بلدي. بلدك طبعا، مبروك. بلدي. مصر بحبها. موروكو ومصر ان شاء الله. يا رب مصر. ان شاء الله مصر. يعني يا رب مصر طبعا، بس هي اكيد ان شاء الله زي اخر مرة المغرب. المغرب؟ ان شاء الله. متوقع المغرب كده. زي اخر مرة طبعا. بس مصر مفيش امل. لا في امل طبعا، احنا معانا مرموش صلاح يعني. والحب جاني ممكن برضو السعودية، انا فاكرة اخر مرة لما كسبوا ارجنتينا، فدي برضو حاجة يعني ممكن فيها امل، بس يعني موروكو رقم واحد بالنسبة لنا.